أستاذ سعد بيقول لي: معلش أنا آسف، هو حضرتِك مين وبتشتغلي إيه عشان تقيّمي ممثلين ومسلسلات؟ حضرتك أنا الclient، يعني أنا المتلقي اللي كل الإنتاج ده بيتعمل عشانه، عشان أنا واللي زيي. فإذا إحنا اعتبرنا إن المسلسلات والإنتاج الفني ده business، وهو business فعلًا، وفي ناس بتinvest فيه فلوس كتير أوي، فإحنا الclient. يعني المسلسل هو الproduct وأنا الclient. فهو بصراحة أنا مش فاهمة، إذا ما كانش الكلاينت اللي هيتكلم ويقول رأيه ويقول ده عاجبني وده مش عاجبني، مين اللي هيقول رأيه؟ بقى إن هم بيتعبوا طول السنة عشان يعملوا لنا فن، لو الفن ده مستواه وحش فدي مش عندي أنا، يعني برضو في الآخر أنا حرة أقول عاجبني ومش عاجبني، ده هتفرج عليه وده مش هتفرج عليه. وانا ست على باب الله، يعني بشتغل في شركة أدوية، بس بدرس حاجة في القانون عشان عايزة أعمل كارير شيفت. ما تشغلش بالك انت يعني. بس عايزة أقول لحضرتك، حتى بياعة الفجل اللي قاعدة تبيع فجل مع كل الاحترام ليها، هي كمان من حقها تقيم الأعمال الفنية وتقول المسلسل ده عجبني والمسلسل ده ما عجبنيش. عارفة ان انت فاكر دلوقتي ان انا بقى هسألك اقولك انت بقى مين، كنوع من اني يعني احاول اقلل منك زي ما انت حاولت تقلل مني وكده. بس الحقيقة ان انا مش مهتمة خالص، absolument pas. شكرا، ميرسي.